هو ممكن الاسماعيلي يعملها النهارده ويفاجئنا، ويكسب المحله اللي بقى لها 4 جولات ما كسبتش ولا خسرت ولا ماتش. المحله اللي بقى لها يعني بتعمل طفره مع علاء عبد العال ومسجلتش ولا استقبلت اي هدف. فهل ممكن الاسماعيلي يكسب؟ الاسماعيلي ممكن يعمل حاجه. الماتش ده هيفرق جدا مع لعيبه النادي الاسماعيلي ومع ميلود حمدي، عشان تنهي قبل فتره التوقف بطريقه كويسه. لازم نكسب الماتش ده، وعشان تكسب الماتش ده لازم تلعب بسرعه، لازم في اول ربع ساعه ضغط امامي، ضغط متقدم، عشان تعرف تضغط وتجيب هدف بسرعه، عشان على عبد العال يعني بيلعب لعب رخم، بيرجع الدفاع لورا كله، ومش هتعرف تعمل اي حاجه لو عدت اول نص ساعه ما جبتش ولا هدف. فلازم اللعب بسرعه، ولازم نستغل كل حاجه، العرضيات والكورسات كويس قوي، عشان نعرف نسجل هدف والاسماعيلي يكسب. الماتش ده هيفرق جدا مع اللعيبه، لازم اللعيبه تركز، وهيفرق في معنويات اللعيبه وهتاخد ثقه في نفسها اكتر. لكن انا عايز اقول بس حاجه على القايمه نزل فيها خالد نبريسي اللي هو اصلا مصاب، عبد الله جمال اللي هو برده مصاب. فانا مش فاهم يعني ليه في القايمه، يعني انا مش فاهم هما سلام ولا لسه مصابين. فعامه كل توفيق للنادي الاسماعيلي النهارده، وان شاء الله نشوف ماتش كويس والنادي الاسماعيلي يكسب ويحقق نتيجه ايجابيه، عشان النادي الاسماعيلي وجمهور النادي الاسماعيلي يستاهل يفرح الفتره دي، عشان هو تعب جدا الفتره اللي فاتت. فلازم يفرح، ولعيبه النادي الاسماعيلي تعمل اللي عليها، والجمهور كله في ظهركم، وان شاء الله نشوف ماتش حلو.